Revision on geometry first term. Types of angles. Number 1 zero angle، من اسمها الميجر بتاعها equal 0 أو طبعا 360، يبقى الميجر of الانجل equal 0 دي اسمها zero angle. angle A B C zero angle. طب الأكيوت angle يعني إيه acute angle؟ هي الانجل اللي greater than 0 smaller than 90، يعني من 0 لحد 90 دي اسمها إيه؟ acute angle. right angle الميجر بتاعها equal 90 degree. يبقى لما الميجر يبقى equal 90 degree أو ال two sides of الانجل perpendicular يبقى دي right angle. الobtuse angle دي اللي more than 90 و less than 180، يبقى ما بين 90 ل 180 اسمها obtuse angle. الstraight angle من اسمها يبقى هي على شكل straight line equal كام؟ 180. يبقى الميجر of الانجل equal 180 تبقى ال two sides بتاعها موجودين على نفس الستريت لاين واسمها straight angle 180. reflex angle. reflex angle دي بقى الميجر ما بين ال 180 ل 360، يبقى هي مش الانجل الصغيره الاكيوت اللي هي الاي بي سي، لا هي العكس الناحيه الثانيه، يبقى 360 ماينس الاكيوت انجل اللي طلعت عندي. الريليشن بقى between الانجلز. نمبر 1 adjacent angle. يعني ايه adjacent؟ يعني جيران جنب بعض. لما التو انجلز يبقوا جنب بعض يبقى اسمهم adjacent angle. طب complementary angle معناها ايه؟ معناها ان السم of ال two angles equal 90. اي two angles السم فيهم equal 90، يعني واحده 40 واحده 50 مثلا، تبقى ايه؟ complementary angle، سواء كانوا adjacent جنب بعض يعني او مش جنب بعض. complementary يعني السم ب 90. اما supplementary يعني السم of the two angles ب 180. لما two angles يبقى السم فيهم ب 180 بنسميهم supplementary، سواء كانوا adjacent جنب بعض يعني او مش adjacent. اوكي. طب ال two adjacent supplementary من اسمها supplementary يعني ب 180 و adjacent جنب بعض، يبقى two angles جنب بعض والsum of the two angles ب 180، يبقى ال two angles موجودين على نفس ال straight line. اوكي، يبقى ليهم نفس ال vertex وموجودين على نفس ال straight line. طب لو عندي بقى هنا two parallel lines وفي line intersect two parallel lines بيظهر عندي three types of angles: ال alternate angle وال corresponding angle والايه والinterior angle. نفتكر كده مع بعض ايه الكورسبوندينج انجل. الكورسبوندينج انجلز هم الانجلز اللي في نفس السايد نفس الاتجاه بس واحده فوق واحده تحت، زي الانجل 2 و6 او الانجل 1 و5 واحده فوق واحده تحت، او الانجل 3 و7 3 و7 ايه كورسبوندينج واحده فوق واحده تحت في نفس الاتجاه، او 4 و8. كل الانجلز دي ايه ار ايكوال. الكورسبوندينج انجلز ايكوال يعني ال1 ايكوال ال5 وال2 equal ال 6 والmeasure of ال 4 equal measure of ال 8 والmeasure of ال 3 equal الميجر of ال 7، يبقى ال corresponding angles are equal. انما ال alternate angle يعني ايه alternate؟ اللي هو حرف ال Z، بنفتكره بحرف ال Z. الاتنين من جوه، الاتنين inside the two lines، بس واحده يمين واحده شمال، واحده في اتجاه واحده في اتجاه تاني. يعني ال 4 مع ال 6 تديني ايه alternate angle، او ال 3 وال 5 واحده هنا وواحده هنا بس الاتنين ايه inside، بيبقى برضو are equal. ال alternate angle الميجر بتاعهم equal. انما ال interior angle من اسمهم interior يبقى inside، يبقى من جوه بس في نفس ال direction في نفس الاتجاه. ال 3 وال 6 inside the two lines من جوه بس في نفس ال direction كلهم ناحية اليمين، ال 3 وال 6، او ال 4 وال 5 الاتنين inside وفي نفس ال direction. يبقى ال measure of the sum of measure of the two angles ال 3 plus ال 6 equals 180. يبقى ال sum of the measure of the interior angles equal 180.